ريد بول الاسم دايما مربوط بالطاقه، ولكن ايه اللي بيخلي ريد بول بس هي العلامه التجاريه الوحيده اللي في العالم اللي بتقدم النوع ده من المحتوى بتاع المسابقات الغريبه اللي بنشوفها طول الوقت منهم؟ هل هو مجرد شو اعلامي ولا هل الموضوع وراه حاجه اكبر من كده؟ خلينا نقول ان التسويق هو قبل كل حاجه. ريد بول مش بس بتدور على بيع المشروبات، لا هي كمان بتدور على انها تكون علامه تجاريه مربوط اسمها بالقوه والطاقه اللي بيجي من وراها المسابقات العجيبه اللي احنا دايما بنشوفها. في الوقت ده هي بتصور المسابقات بشكل قوي جدا، فبتتحول فيديوهات المسابقات دي ان هي تكون اعلام متحركه، ومن هنا بتعرف تحافظ على الجمهور. طب هل الموضوع بس عشان التسويق؟ الاجابه لا طبعا. ريد بول فعلا بتهتم ان هي تدعم روح المغامره والتحدي، وده بسبب ان اصحاب الشركه اصلا كانوا من الناس تهتم بالمسابقات والمغامرات والحاجات اللي من النوع دي، ونقلوا روح المغامره دي للمشروبات بتاعتهم. ده غير طبعا ان المسابقات دي بتكون سبب لخلق فرص تحدي ودفع الرياضيين الى اقصى درجاتهم واثبات ان المستحيل ممكن. الاهم من ده كله بالنسبه لي هو ده اجابه سؤال الحلقه، هو ان المسابقات دي بتخلق ثقافه جديده بتعتمد على تجربه حياه جديده مع التنافس مع ثقافات مختلفه. انا حبيت اتكلم عن الثقافه الغريبه والمسابقات اللي بتشوفها، وان من كل الكوكب مفيش حد بيقدم المحتوى ده غير ريد بول.